يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها. لو عجبكم الفيديو لايك وتعليق حلو منكم. بسم الله ما شاء الله. هعمل لكم النهاردة حاجة حلوة خالص، أكلة في منتهى الجمال والروعة. كبد وقوانص بتاعت الفراخ البيضة اللي أنا طول الشهر بخزنها. بجيب الفراخ البيضة وبعملها، اما الكبد والقوانص بتاعتها بخزنها واقعد اجمعها علشان اعمل اكلة حلوة زي ما انتوا شايفين. تعالوا يلا بينا نشوف عملتها ازاي. انا جبت الكبد والقوانص زي ما انتوا شايفين، معاها 4 بصلات متقطعة جولياني، والبهارات بتاعتك، و3 فلفلات خضر، وطماطمايه، و2 فلفل احمر كنت مخزناه في التلاجة، والبصل المكرمل بتاعك، والثوم والليمون. بس كده. تعالي نشوف. نسمي الله. هتجيب الطاسة على النار، شوية زيت وحتة الزبدة بتاعتك براحتك، لو حتة السمنة مفيش مشكلة، وبعدين نسيحهم على النار. ونجيب البهارات بتاعتك بقى، معلقة من البابريكا، الكركم، الكاري، فلفل اسمر، الزنجبيل، ال7 بهارات، ورق اللوري. هنخلطهم مع بعض وهناخد نصهم بس. وكمان ما تنسيش البصل البودر والثوم البودر. هنخلطهم مع بعض كده تقليبتين حلوين لغاية ما ريحة البهارات تطلع كده وتبقى حلوة خالص. نحط دلوقتي القوانص بتاعتنا بعد ما انا قطعتها بالمقص حتت صغنونة عشان تستوي بسرعة. نقعد نقلبها بقى في البهارات الجميلة دي والريحة الرائعة دي حلوة خالص. قربت تستوي. شايفين لونها عامل ازاي؟ ولا البهاريز اللي طالعة منها حاجة في منتهى الجمال والروعة. هنركنها على جنب كده، نحطها في طبق. الله، البهاريز طالعة تحفة. دي اللي هحط عليها بقية المكونات. جبت برضو الكبدة قطعتها بالمقص حتت صغنونة واحطها في البهاريز الموجودة على الطاسة. هنقلبها تقلبتين حلوين كده قبل ما نحط بقية المكونات. طبعا التوم 5-6 فصوص مفرومين جامد هنحطهم على الكبدة. وما ننساش ليمونة كاملة هنعصرها على الكبدة علشان الزفارة بتاعتها تروح خالص. وهنقلبها تقلبتين حلوين كده حلوة. انا دايما بعمل الكبدة لوحدها كده حتى لو هي مش مع القناصة. والبصل المكرمل انا مكرملة بصلتين 2، يعني اللي انتي بتشوحون بس زيادة عن اللزوم تبقى لونها بني كده. ده البصل المكرمل بيدي للكبدة ريحة حلوة خالص، بينقلك في مكان تاني. ياه، الريحة رائعة 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 بجد، تحفة تحفة. برضو هنشيلها من على الطاسة وهنحطها جنب القوانص في الطبق. هنجيب بقى البهاريز هنحط عليها البصل الجولياني وهنقلبها تقلبتين حلوين كده لغاية ما يبقى لونها اللون البرونزي. هشوحها يعني بس من غير ما تتكرمل. وفي الحالة دي بقى فاكرين شوية البهارات اللي انا كنت قسمتهم في الاول؟ هنحط بقية البهارات على البصل علشان يبقى ريحته حلوة خالص. وعاملة شوية رز بسمتي كمان مع الكبد والقوانص. ياه، ده أكلة ملوكي، عظمة عظمة عظمة. جميل كده. البصل بقى متشوح ولونه برونزي حلو. هو جاهز كده علشان نضيف عليه الفلفل الأخضر والفلفل كمان الأحمر ونقلبه تقلبتين حلوين كده بحيث اللي هو يتشوح بس ما يتحمرش، انا عايزاه تبقى بخيره. وكمان نضيف الطماطمية بتخلي الاكل كده حنط، فيه طعم مزازة حلوة خالص.
بعد ما نقلبهم التقليبتين الحلوين دول، وبعدين نحط عليهم الكبد والقوانص اللي احنا ركناهم على جنب عشان يتشوحوا كله ميكس على بعض. نقلبهم تقليبتين حلوين، وقبل ما نطفي النار هنحط حاجة مهمة خالص، معلقة من دبس الرمان. ياه، ده مززة خالص وبتخلي مفيش اي ريحة للزفارة. هنقلبهم تقليبتين وكفاية كده. انا مش عايزاها انها تتحمر، هي مجرد انها تتشوح بس. شايفين لونه عامل ازاي؟ لو في كمان فلفل اصفر يبقى بقى ميكس الوان تحفة تحفة تحفة. بسم الله ما شاء الله، حاجة في منتهى الجمال. دلوقتي هقدمها مع شوية رز بسمتي. ممكن اللي انتي تقدميها مع رز بشعرية، مع مكرونة، شوية بطاطس، اللي انتي عايزاه انتي وراحتك. انا هقدم مع الرز البسمتي والباقي هحطه في طبق كده، وهناكله بقى بعيش بحاف براحتك انتي وراحتك، مع 2 قرنقوتي كده فلفل احمر حار، اللهليبو ده علشان تخلي طعم الاكل حلو ومشطشط ومولع. نزينه بشوية بقدونس عشان ريحة البقدونس اصلا بتبقى طالعة مع الاكلة في منتهى الجمال. بسم الله ما شاء الله. الأكلة دي فعلا يا جماعة معمولة بكل حب وسعادة للناس اللي أنا بحبها، فأكيد وانتي بتعمليها هتعمليها بكل حب وهتطلع في منتهى الجمال. الله، شفتوا لون الكبدة تحفة ولا الطعم؟ يا خبر أبيض، حاجة في منتهى الجمال، تحفة بجد. الكبدة مستوية من بره وجوسي من جوه، ولا الريحة حاجة فوق الخيال، حاجة هتوديكي في حتة تانية خالص. واهم حاجة اللي انتي بتاكليها مع حبايبك، فاكيد هتبقى طعمة. يا ريت تجربوها، صدقوني مش هتبطلوا تعملوها بالطريقة دي. تاكلوها مع رز، تاكلوها بعيش مع شوية طحينة مع كاتشب، يا حاجة في منتهى الجمال. بألف هنا وصحتين، يا ريت تجربوها. بسم الله ما شاء الله. استنوني مع طبخة جديدة وطريقة جديدة من مطبخ كوكي. مستنية تعليقاتكم. بحبكم في الله.